لكل الافتخار والاعتزاز بوطنيتي وبمغربيتي وبحبي لوطني ولشعبي. لهم التحية. وكما أفتخر بشعبي وأفتخر بملكي وأفتخر بصحرائي، كذلك أفتخر بالجالية المغربية المقيمة في الخارج. لي كل الشرف وكل المحبة والامتنان لشخص أحبه في قلبي، لوطنيته ولحبه للمغرب ولتنازله عن موقعه ولتنازله عن الكرسي ديالو في الانتخابات وفي الموقع ديالو رسمي في داخل الحزب ديالو من اجل الوطنيه ديالو، لانه كيدافع عن الوطنيه ديالو وكيحب المغرب ديالو وكيحب الملك ديالو، ودافع عليه في البرلمان ودافع عليه في الاصوات ودافع عليه داخل الحزب ولا زال يدافع. الان كنقدم لكم الشخص الذي اعتز وافتخر بوجوده امامي، السيد مهدي المنياوي، من الشخصيات اللي عندهم موقف سياسي كبير داخل النخبة السياسية البلجيكية. له الكلمة. تحياتي جميع الإخوان في بلجيكا، تحياتي جميع المناضلين داخل التراب البلجيكي، وأشكر هذه الكلمات الجميلة اللي كيقولها الأخ ديالي هشام، وهذا شيء قليل من أجل دفاع عن مصالح المغاربة في بلجيكا، الدفاع عن مصالح المغاربة داخل التراب البلجيكي، دفاع على الجاليات المقيمة في بلجيكا، والأسمى من ذلك دفاع عن الوحدة الترابية للوطن. وهذا لا يجب أن يكون داخل النخبة البلجيكية واحد الطابو اللي كيخافوا منه قصد أنهم يضيعوا المناصب ديالهم ولا أي حاجة. نفس الطريقة اللي كندافعوا عليها على الوحدة الترابية ديال بلادنا، بنفس الطريقة كندافعوا على الوحدة الترابية ديال بلجيكا ضد اليمين المتطرف اللي يريد تقسيم بلجيكا. وهذا مبدأ ديال الوطنية والاعتزاز والفخر، كسواء كنا في المغرب كمغاربة وسواء كنا في بلجيكا كبلجيكيين. يعني حنايا المنهج النضال ديالنا واضح، لا نريد تقسيم الدول ونحترم الشرعية الدولية. يعني الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، والجهة الفلامانكية في بلجيكا وبلجيكا في فلامانكيتها. شكرا للجميع. تحياتي لك أخي العزيز على هذه الكلمة اللي هي مفخرة للشعب المغربي. وتنقول لكم هذا المنبر أنا وياه، الصحراء مغربية.